السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعود عليكم الايام بخير، وكل اللي نفسه في حاجة تتحقق، وان شاء الله كل الناس اللي بتتابعني ربنا يستجيب دعواتها ويحقق لهم كل اللي هم بيتمنوه، ويبارك لهم في اولادهم، وربنا يديمكم نعمة في حياتي، وكل سنة وانتم طيبين. ويلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. رمضان يعني قطايف وكنافة وكل الحلويات اللي بعد الفطار. فطبعا انا جاتلي القطايف ديت، فهنعملها مع بعض، اوريكم ازاي نحشيها وازاي نعمل لها السيرب بتاعها، وتبقى احلى قطايف ممكن تاكليها في رمضان. يلا نبدأ الفيديو ونصلي على الرسول. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بداية كده هنجهز الحشوة بتاعتنا. عندي جوز الهند وزبيب وسوداني، هنبدأ دلوقتي نخلطهم مع بعض. طبعا السوداني ده هنبدأ نكسره حتت صغيرة شوية، لو انت حباب الحجم ده مفيش اي مشاكل. طبعا السوداني لو انت عايزة تقسميه هو سهل جدا، ممكن بيتقسم نصين اهو كده، نلخبطهم كلهم على بعض. يعني انا قسمت السودانية 2 يعني، وكده افضل يعني، عشان السودانية متبقاش كبيرة في القطايف. الشربات بتاعنا هنبدأ نحضره لحد لما نبقى نحشي القطايف. السيرب بتاعنا او الشربات مكوناته ايه؟ في البداية هنجيب حاجة نحط فيها معايا كوباية من المية، نفس الكوباية هنعايرها سكر. هنبدأ بقى نرفعها على النار ومش هنقلبها نهائي كده. انا حطيتها على النار ومش هقلبها خالص. الشربات بتاع القطايف ما بيبقاش تقيل، علشان خاطر القطايف ما تبقاش ماسكه في بعضها، بيبقى خفيف شويه. هنسيب السيرب على النار. القطايف بتاعتك لازم تجيبيها من عند حد مضمون، تمام، وتكون الطبق اللي متعبي فيه متغطي. طبعا اهي القطايف هنبدأ دلوقتي نحشيها. بسم الله. نديك القطايف كده، نبدأ نعبيها. تبدأي تقفلي جامد جدا كده. في ناس بتسيبها مفتوحة يعني، وبتحط كريمة هنا في الوش. يعني انت لو عندك كريم شانتيه او حاجة، ممكن تحشيها هنا من الوش. لكن طبعا انا ما بحبهاش ولا الولاد بيحبوها بالكريمة. طبعا الكلام دوت بيحط لها كريمة بعد ما بنسويها في الزيت، مش دلوقتي. يعني هو في ناس بتخليها مفتوحة كده. طبعا انا لازم نقفلها كويس جدا عشان الحشوة ما تقعش واحنا بنقليها في الزيت. خلي بالك. شايفة القطايف اهي كده اتقفلت. في ناس بتجيب البصمة بتاعتها لو متوفرة عندك ماشي، لو في ناس مش متوفرة عندهم فاحنا بنبدأ نستعمل ايدينا. هبدأ اعمل معاكي واحدة تانية اهي. على فكرة هي العجينة بتاعتها سهلة جدا وبسيطة يعني، ما فيهاش اي افتكاسات. انا عملتها السنة اللي فاتت وهعملها تاني برضو ان شاء الله السنة دي، بس ما صورتهاش بصراحة. اهو بتبدأي تضغطي كده. لازم اهم حاجة القفل، علشان انت لو ما قفلتيش هتلاقي كل الحشوة دي نزلت في الزيت وبوظت لك الزيت وانت بتقليها. واحدة اخيرة اهو، وهنبدأ برضو نقفلها. طبعا انت ايدك بتتحكمي فيها. في ناس بتعملها بالشوكة، بس انا جربت موضوع الشوكة دوت لقيته بيفك مني في الزيت. طبعا ده الحشوة دي لما بتفكي في الزيت بتبهدل الزيت بصراحة، تقعدي بقى تصفيه تاني وكده فشغلانة. لكن ايديكي انت تقدري تتحكمي فيها. السيرب بتاعنا بدأ في الغليان الشربات. طبعا احنا هنحط له يعني عصرة ليمونة، وهنسيبه لحد لما السمك بتاعه يتقل شوية. زي ما انتوا شايفين كده هعصر عصرة ليمونة، برضو مش هقلب، هسيبه لحد لما يتقل شوية.
الزيت اللي لازم تحطيه لازم يكون ما استعملتوش قبل كده في قلي اي حاجه. هنستنى لما الزيت يسخن وننزل بقى بالقطايف. الزيت بتاعنا سخن، هنبدا ننزل بالقطايف. بسم الله. لازم تخلي بالك منها. طلعيها بقى ايه لونها ذهبي، عشان اللون الجميل ده. نبدأ نقلبها على الجنب التاني كده. شايفين لونها حلو ازاي؟ كده السيرب بتاعنا نزلناه من على النار وبردناه، وده السمك بتاعه. شايفين؟ هو ده السمك اللي احنا عايزينه، بس لازم يكون الشربات بارد. هنبدأ بقى نحط فيها القطايف. ننزل بالقطايف في الشربات البارد، ونبدأ نقلبه كده زي الزلابية بالظبط. خليه بس شوية صغيرين كده في الشربات عشان يشرب منه، وبعد كده نبقى نطلع. هنبدأ بقى نخرجها، نصفي الشربات منها كده كويس، بس متسيبهاش كتير، يعني هي حبة صغيرين بس تشرب منه عشان ما تطراش، عشان لو قعدت في الشربات زيادة عن اللزوم بتطرى. شفتوا ما شاء الله تبارك الله القطايف لا فكت مننا واحنا بنعملها في الزيت ولا اي حاجه. ليه؟ لان احنا عم قافلينها قفل محكم. كده القطايف بتاعتنا بقت جاهزه، وممكن ترشي عليها شويه جوز الهند او شويه مكسرات لو انتي بتحبي، بس احنا الولاد بيحبوها كده. وكده يكون فيديو النهارده خلص، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا بتحققوا كل اللي انتوا عايزينه، ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. تحفه فنيه كده. يلا ورمضان كريم عليكم وعلينا.